انا احمد سامي، كو فاوندر وسي او ليوريكا ديجيتال. كده الناس اللي ما عندهاش القصه دي بدا يظهر الكامبينز بتاعت ان احنا اويرنس بقى، اويرنس بالدايابيتس، اويرنس بالهايبرتنشن، فده بيرفلكت اوتوماتيك ان الناس بتزيد معلوماتها فتروح. زي ما جت الكورونا، وانا بعتقد ان الكورونا دي كانت يعني وش الخير على الديجيتال ماركتنج، صح؟ المهم خدنا اكسس على الاكونت ودخلنا بصينا على الفولورز دول منين، لقيناهم كلهم من ميتشيجن في امريكا. عملنا تول ابلكيشن للكومبلاينس بيفكرك بالدواء، مش بس الدواء بتاعهم، لكل الادويه بتاعتك كمريض، وتفكروا كمان بمواعيد اللي هو يعمل التحاليل الكبد السكوت والسجبت والحاجات اللي زي كده. فهي حاجه بتدي يعني بيشنت سبورت، وبتساعد البيشنت ان هو يمانج الديزيز بتاعه ويخف. فهو لو خف خلاص، انت فهمت السايكل بقى. لو هو خف ان شاء الله يعني، فساعتها الحكومه تقتنع ان لا، دي نسبه الشفاء من الدواء بتاعك حلوه، فانا اكوردنجلي انا هبدا ان انا انزله بقى. حاجه بتتعب اي ماركتير في الكامبين بتاعته الاس تي بي، سيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج. الموضوع ده بقى يعني اقدر اقول تولز بسيطه جدا في الديجيتال. انت عامل كامبين فانت عارف انت رايح لمين، فانت بتختار. بيجامب انت، انا عايز اعمل مثلا موبايل اب، او عايز اعمل بودكاست حتى، او عايز اعمل معرفش كونتنت ايه، او عايز. طب انت الاول انت ارجع خطوه لورا، ممكن يكون ده مش انسب طريقه توصل بيها للهدف بتاعك. يعني انت محتاج الاول التولز اللي انت هتستعملها ديجيتالي بقى، بتختار انت بقى انسب حاجه توصلك اقصر طريق للاوبجيكتيف. لان انت ممكن توصل للاوبجيكتيف ده بس بطريقه اطول برضه. هو الاستراتيجي كده ان انت توصل باقصر طريق للاوبجيكتيف. يعني ابسط حاجه اقول له طب انت عارف مين اللي في الماركت انا على فكره اعرف ابلكيشن بيعمل نفس اللي انت بتعمله ده بالظبط، او انت الفكره اللي انت بتقولها دي بالظبط اسمه كذا. فهل انت عملت تشيك للابلكيشن ده؟ انت عايز تخش، ده كان مستعد خلاص هيطلع، يعني هو احنا قاعدين هيطلع الفلوس يحطها على الترابيزه، فاهم؟ طب انت ودي حاجه خلاص بقى، يعني حاجه يعني هو فعلا ترند. الناس بتتسرع ان هي تخش فيه وخلاص عشان يبقى عنده الابلكيشن. طب انت عندك موبايل ابلكيشن علشان تعمل ايه بعد كده، وازاي هتنجحه، وقصه ان انت ازاي تماركته. وخلي بالك الموبايل ابلكيشن في حد ذاته هو ده الديجيتال ماركتنج. يعني هو ده الموبايل ابلكيشن ده يعني حاجه خلاص طول يعني بنفتحهم كده لله يعني. وحطينا بقى الحاجات، وفي وسط الحاجات حطينا البرودكت بتاعتنا. وده كان قائم على الموضوع دكاتره اللي عامله الموديول ده، والموديول ابروفد وعمل فيوز بشكل غير طبيعي. فانت فكره انت بقى هنا عملت ايه؟ انت هنا اديت كونتنت. هي الام فعلا، او الست اللي عندها مشكله، او اي حد، ده احنا متفقين فيه. فالكونتنت ده جزء من الكامبين بتاعتك في الديجيتال ومن التولز بتاعتك في الديجيتال، هو مش قائم لوحده. طيب اللي خلى الناس زي ما بقول لك كده تبعد شويه عن الديجيتال، اللي هي الحته اللي انت عايز تقولها، اللي هو ايه، انا مش عارف امسك كي بي ايز. يعني انا اللي بيشتغل سيلز ارقامه جت، فانا يا جاب رقمه فخد انسنتيف، يا ما جابش رقمه فبنعمل له اكشن بلان. بتاع الماركتنج هو ليه كي بي ايز، ليه شير اوف فويس، ليه اكتيفيتيز معينه، ليه ستاندرد في البراندنج بيعمله، فمضمون برضو احنا عارفين بنحاسبه عليه. الديجيتال هي الكي بي ايز مش معروفه، ولو معروفه اللي هو زي نعرف قد ايه ترافيك دخل، قد ايه لايكس ظهرت في الصفحه، قد ايه الكامبين دي جت، ماشي هي ارقام. بس الشركه كانت بتشوف ان الارقام دي زي ما كنا بنتكلم في الاول ممكن تبقى فيك. وفي شركات انا وانت عارفينهم اتضحك عليهم كتير من ايجنسيز او من ناس بتدعي انها بتشتغل ديجيتال وهم ما عندهمش النو هاو. فزي ما الاكزامبلز اللي انت قلتها ان بوتس وضاربين ارقام وخلاص. فازاي الناس تتاكد، وده اللي انا اعتقد ان انت عايز تقوله، ان الشخص اللي بيشتغل معاهم ده مش نصاب؟ يعني ماشي انا شفت الرقم، بس الرقم ده حقيقي ولا لا؟ فهو ده اعتقد هو ده الكور، وده اللي بيفرق شركه عن الثانيه، ومخلي فيه برضو الناس اللي بتشتغل في الديجيتال ماركتنج هم رانكد، في ناس تراستد وناس انترستد. هم دول التو رانكس بالنسبه لي يعني بالظبط كده. ف ايه بقى يعني، وانا كهاير مانجمنت اثق ازاي ان الايجنسي دي اللي داخله لي، او انا كماركتنج مانجر اثق ان الايجنسي اللي داخله دي بتشتغل معايا صح ولا بتضحك عليا؟ طيب بص، هم في حاجتين اساسيتين في النقطه دي. الحاجه الاولانيه ليها علاقه بالنولج بتاعه الشخص نفسه اللي هيشتغل مع الايجنسي. لازم هو يابجريد النولج بتاعته، يعني دي حاجه ما فيش مفر منها. لازم يبقى فاهم الكي بي ايز المختلفه، لازم يبقى فاهم الفروقات ما بينها، لازم يبقى فاهم انهي اوبجكتيف بيتحقق بانهي كي بي ايز. مثلا كان في مره كلاينت جالنا كان عنده موبايل ابلكيشن، كان جاي له حاجه لوكالايزد من جلوبال وحاجات كده، والمفروض ان هو يعني كامبين علشان يعمل اب انستولز.
وايجنسي بايعه له ريتش وكليكس وامبريشنز وحاجات يعني. طب انت irrelevant. ادز حتى مش هي اللي في الاتجاه ده اصلا. ففكره ان انت تبقى فاهم الديجيتال ده عباره عن ايه وتفاصيله ايه، دي كده كده لازم تتعلمها، وهي هتفيدك يعني في كل الاحوال، هتخليك تبقى فاهم وواعي وتعرف حتى تميز. وبسهوله جدا تقدر انت تتكلم مع ايجنسي تعرف تميز الناس دي فاهمه هي بتعمل ايه ولا لا. فده بارت اصيل لازم محلها اديوكيشن. ماشي. البارت الثاني الاختيار نفسه بقى. انت دلوقتي جات لك شركه، وطبعا شركات في الماركت كتير جدا واسعار مختلفه وكواليتي مختلفه وكل واحد معاه بورتفوليو وقصص كتير. المفروض ان انت بما انك قررت تشتغل، فانت مطالب ان انت تسال الشخص او الشركه دي انتوا ايه السكسس ستوريز اللي حققتوها قبل كده. ودي النقطه فيصليه جدا جدا، ان انت لما بتساله انت حققت ايه كسكسس او اتشيفمنتس، زي الانترفيوز اللي انت بتعملها بالظبط. انت بتجي لك حد بيقول لك انا هقدم انا كويس، اصل انا فاست ليرنر، اصل انا ما اعرفش بروبلم سولفر، اصل ايه البروبلمز اللي انت حليتها. هو ده الاسئله دي يعني ده الكومن سنس اصلا طبيعي. فانت نفس الكلام، وحد جاي يقول لك انا جامد انا مش عارف ايه، هو مش انت بقى ما تروحش لسكه ايه ده عامل ديزاينز شكلها شيك قوي فايوه هو ده بقى اللي انا عايزه. لا، ممكن على فكره انت ممكن تبقى عندك احسن ديزاين في الدنيا. انا حتى دايما بشبه الموضوع ده بالعربيه. ان انت عندك العربيه دي ليها شكل خارجي من بره، ممكن يبقى شكل جميل جدا، بس العربيه دي بيتحط لها بنزين وماشيه في اتجاه غلط، راحت واقعه من فوق الجبل او لبست في الحيطه مثلا. هي جمالها هنا ما فرق، ما ادهاش اي ميزه في البرفورمانس. هو الشكل الجمالي ده اوكي، ده اتراكتيف بيجي لها بالاتنشن بتاع الناس، اتس اوكي، بس طلع في حته ماشي في طريق غلط. فالتارجتنج بتاعك ده حاجه يعني اصيله جدا. ناس بتاجنور يعني دايما، حتى لما الناس بتيجي تاسس البروبوزلز اللي جايه لها، طبعا الاكيد الكرييتيف والفيجوالز والحاجات دي جزء اصيل ومهم جدا جدا. بس انت ازاي توصل؟ يعني انا عايز اوصل للاتش سي بيز مثلا، هوصل لهم ازاي؟ هل طريقه التارجتنج دي افكتيف ولا لا؟ هل هو اصلا مش بيفكر قوي في الحته دي؟ فالشكل الجمالي هو ده اللي بالنسبه له بيبقى هو ده الفاكتور الاصيل في الموضوع، وبيبص عليه which is طبعا مهم جدا اكيد بس بيجنور التارجتنج ميثودولوجي، بيجنور البيرسوناز اللي احنا يعني انت هتوصل لمين بالكلام ده؟ انت ممكن تعمل حاجه تحفه فنيه وحاجه تاخد اووردز وجميله وزي الفل وكل حاجه، ولكن هي ما راحتش للناس اللي انت عايزهم يشوفوه اصلا. فيلم المهرجانات بالظبط اللي هو ايه، فانت ممكن تعمل يعني كان في كلاينت جالنا مره كان عايز انجيجمنت وخلاص، فعايز ينزل انت عارف الميمز والكوميكس. طب ما انت لو نزل، ما اي حد لو نزل صفحه اي حاجه يعني اي تشانل او اي بيج نزلت كوميكس بتجيب انجيجمنت، طب انت كده استفدت ايه؟ هو بالنسبه له هو خلاص حط المعيار ان الايه الانجيجمنت هي دي بالنسبه له السكسس. طب اصلا لا، الانجيجمنت يعني اصلا انجيجمنت ايرليفنت اساسا، هي الناس مش شايفه. فطبعا انت فكره الجرابنج الاتنشن مهمه، الفيجوال والفيديوز والحاجات دي كلها مهمه جدا جدا، لكن ان انت ازاي توصل للناس دي مهمه جدا جدا والناس بتجنور. فاجين البوينت الاولانيه الاديوكيشن والنولج. البوينت الثانيه ان هو يتشالنج الايجنسي اللي جايه له دي، انتوا ايه النجاح اللي انتوا حققتوه مع الناس اللي قبليه او مع الشركات اللي قبليه. ومش بس كده، انا هفاليديت يعني عادي جدا ممكن ياخد ارقام الناس دي يتصل بيها على فكره او يكلمها. والموضوع على فكره مش صعب، بالعكس هو الناس اصلا في الماركت يعني الكومن براكتس اصلا لو انت سالت حتى لحد كومبيتيتور الناس بترد والناس لذيذه وحاجات يعني الناس في ناس متعاونه. يعني انت لو بعت حد على لينكدين سالته عايز اسالك على حاجه وكذا كذا يعني لايكلي يعني بنسبه كبيره ممكن يرد عادي مفيش مشكله. فاقصد ان ايه، ان جزئيه ان انت تفاليديت المعلومات اللي هو بيقولها او الكلام اللي هو بيقوله، مش مجرد ان انت تبقى manipulated او deceived بالفانسي فيجوالز وايمجز وكده. دول اعتقد دول اهم نقطتين في ان انت ازاي تختار الاختيار الصح. لو الشركه دي لو انت فاهم فانت هتعرف تاسس الكلام، ولو هم فعلا شاطرين وعملت فاليديشن وراهم فخلاص كده الدنيا تمام. احمد انت يعني في السوق برضو عارف يعني اغلبيه الناس اللي ما اشتغلتش ديجيتال لما بيقرر يشتغل ديجيتال بيبص لها زي سوري في اللفظ المطابع اللي احنا بنشتغل معاها. الورقه دي ب 50 قرش، لا هنا العرض ده ب 40 قرش، دي ب 35 قرش، فبترسى ارخص عرض سعر فبنطبع معاه. وفي الاخر هي ورقه يعني ورقه ملونه الطبع يعني الالوان هنا واضحه شويه هنا غمقت شويه يعني المهم يعني بس ففي ناس بتشتغل ديجيتال في الحته دي. وده اللي خلانا بقينا يعني حابه بنتكلم عن المال براكتس، وان في شركات اللي ما داستش في الديجيتال محجمه عنه تماما، اللي هو يا عم فلوس في الارض. وبيجي وبيقول لي وعنده كل الشركات والبورتفوليو زي ما انت بتقولوا في شركات بس في الاخر انا صرفت فلوس
ما حسيتش بقيمتها. فهل في كريتيكال بوينت لازم انت يعني ساعتها توقف شغل مع الايجنسي دي او مع الديجيتال دي؟ ايه بقى؟ طيب هي دي ده سؤال جميل جدا جدا، لان هو فعلا لو انت عملت الخطوتين اللي في الاول دول المفروض ان دول بيودوك بالضروره بعدها ان انت تبدا تعمل معاهم، خلاص تطلع بي او، هتعمل كونتراكت، هتتفقوا على بلان. البلان دي المفترض ان هي تكون ماشيه في الاتجاه بتاع الاوبجكتيف اللي انت عايزه. يعني انت دلوقتي احنا بنتفق الاول على الكي بي ايز مثلا، دي مرحله في حد ذاتها ان احنا ايه الكي بي ايز او ايه، يعني احنا ده سؤال اصيل في اي بريفنج. انت ايه الحاجه اللي هتخليك تقول انا نجحت؟ وايه الحاجه او ايه اللي يحصل عشان تقول انا كده انتوا كده احنا حققنا كامبين سكسسفul؟ لازم ده يبقى التصور، الاكسبكتيشنز دي سيتلد من الاول. مش وانا في وسط البتاع الدنيا كده ده في سيجنالز مش تمام، ده الدنيا كده مش تمام. ده هيحصل امتى؟ لما يكون فعلا ده الاكسبكتيشنز موجوده، لان السيجنالز دي هي هتبقى سبجكتيف جدا. لو ده مش سيتلد من الاول كاكسبكتيشنز، خلاص يبقى الكلام في وسط الشغل احنا ما اتفقناش على كده. طب ما تفكرش على حاجه اصلا، هو الكلام كله كان كلام كده ايه بالحب شويه، طب هنظبط. انا في مره حضرت ميتنج مع ايجنسي تانية، كنت داخل معاهم، فسامع الاكونت مانجر بيتكلم مع الكلاينت، بيقول لها ايه، بيقول لها احنا بتقول له هنعمل ايه ديجيتال بقى السنه دي؟ قال لها احنا هنظبط الدنيا، فهنروق الدنيا، فهنبدا بالدنيا، هنخلص الدنيا نخش على الكامبين اللي بعدها، هنظبط الدنيا نعمل الدنيا. وهي قاعده انا عماله ابص هو ايه اللي بيتقال ده اصلا، هو مفيش حاجه، ما بيقولش حاجه ليترلي. وهي بتقول ايوه كده انت اللي بتريحني، انت الوحيد اللي بتعرف تفهمني. فانا قلت يا جماعه هو انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا ايه يا جماعه؟ طب انتوا فين الكلام اصلا؟ انا عمال احاول اطلع بمعلومه ما فيش، هو الكلام هو كله بالحب. لازم يبقى الكلام واضح جدا وصريح. الاوبجكتيفز ايه، البيزنس اوبجكتيفز ايه، الديجيتال اوبجكتيفز اللي هي المفروض الايند معاها، ما تبقاش في حته ثانيه. ايه الكي بي ايز والميتريكس اللي هي بتسبورت بتوديك للسكه دي ايه، ودي اللي احنا بقى نتحاسب عليها. خلاص احنا كده وصلنا للنقطه دي، ما هي دي النقطه الشغل بقى الفعلي. كل اللي فات ده اوكي مفيش مشكله، بس هو ده المعيار اللي على اساسه بقى ايه، باسس انا صح ولا غلط. فطالما طول ما انا ماشي بقى بتراك ده ويكلي بقى باي ويكلي مانثلي وات ايفر بقى الفريكونسي بتاعي في الريبورتنج، بس انا في ناس ريل تايم كمان، في حاجات بنقعد نتراكها وانت قاعد شايف الدنيا جوه شغاله ريل تايم عامل ازاي. فانت بتشوف الارقام دي بقى بتطلعها وتكمبير مع الاكسبكتيشنز انت او الاستيميتس انت حاططها في الاول او التارجتس انت حاططها، وانا جبت وصلت لده ولا لا. فده برضو جزء منه بيحتاج اكسبيرينس من الايجنسي علشان تقدر تحط الاوبجكتيفز كمان اللي هي ريزونبل. لان احنا بقول لك يعني ممكن حد تلاقيه هو فرحان، او مثلا ديجيتال ايجنسي ما اشتغلتش قبل كده في حته معينه، مثلا ما عملتش تارجتنج مثلا اتش سي بيز قبل كده في كامبين، فاللي هو يلا بينا ونشتغل ونتحرك وفرحانين، بس الارقام مثلا واقعه لان هم نفسهم اصلا ما عندهمش الاكسبكتيشنز اللي عارفين يجايدوا او يدوا حتى يسيتوا اكسبكتيشنز للماركتنج اللي موجود. فهو كان مستني منهم متعشم في حاجات ما حصلتش، فهم كمان بيجربوا معاه. فالاكسبيرينس مهمه جدا عند الايجنسي علشان هيبقى دي، عشان هم المفروض من واقع ان هم اشتغلوا كتير، فده يساعدهم ان هم يساعدوا في ان هم يفيجر اوت معاه الاكسبكتيشنز رايحه لحد فين، علشان احنا يتقال له مثلا احنا عملنا ده قبل كده خلي بالك. يعني احنا وحصل معانا برضو مثلا كذا مره تلاقي حد جاي نقول له خلي بالك اللي انت بتقوله ده ما بيحصلش انت شايف الدنيا وردي قوي، هي مش كده، الموضوع مش للدرجات دي، الموضوع يعني ننزله على ارض الواقع شويه. والعكس ممكن تلاقي حد تاني نقول له انت في هنا بوتنشال اكتر. فدي حته شويه برضو يعني اقول لك تجربه انا جربتها مع حد، يعني ما رحت بتكلم معاه اللي هو فين الريبورت بتاع الكامبين المعين، ما فيش ريبورت. ليه ما ادوكوش ريبورت يا فندم؟ يعني ما ادوناش ريبورت. طب وانتوا كنتوا متفقين على ايه؟ متفقين نعمل صفحه ومع الوقت والاعلانات بتزيد المتابعين يعني. طب عملتوا معاهم كام صفحه؟ لقيت عملوا معاهم صفحتين 3 لبروجكتس مختلفين. فلما بصيت بقى يعني نظره مبدئيه، مش انديب ولا حاجه ولا انا واخد ادمن يوزر ولا حاجه كده. احنا كل صفحه بتبدا بتوصل لافريج 12000 13000 وخلاص. وكده احنا حلوين قوي. فاحنا بنوصل كده. بعد كده لما يعني سالت حد زميل يعني وهو خدني، قال لي هو الفكره الشخص اللي كان بيشتغل هو كان بيدخل ميديا باير في الاول، يحط كل فلوس الاعلانات، يظبط دنيته، جابت 13000 نقفل بقى فلوس على كده والدنيا تبقى تمام او خلاص على كده. بغض النظر بقى الكونتنت هو بوستس سواء اديوكيشنال او الصفحه الثانيه فيها فيديوهات او صفحه ثالثه فيها ريدز، هي احنا كي بي ايز واحده بنوصل 13000.
فخلاص فهي الشركه مبسوطه بالرقم ده او اللي شغال مبسوط بالرقم ده او مش مبسوط مش مهم، بس هو ده اللي احنا الاتفاق. طب جوه بقى وانت بتتكلم كنت بتقول ان هو مين بقى ال 13000 دول محدش يعرف. ايوه ما هو ده بقى بالظبط، عشان كده الاديوكيشن مهم جدا ان هو يعرف ازاي يخش على الداشبورد. يعني انت لو دخلت بقى على الداشبورد انت هتخش هتعرف، يعني انت لو دخلت بقى انت قلت له اديني اكسس هتخش هتلاقي بقى كل حاجه بقى، هتلاقي الكونتريز بالسيتيز بالمش عارف. انت دلوقتي يعني فكره ان انت توصل لتفاصيل مين الفولورز بتوعك وتعرف معلومات عن الكليكس، مثلا لو في اس اي ام كامبين او سيرش انجن ماركتنج كامبين اتعملت، ايه الكيوردز اللي جه منها الكليكس، الترافيك جاي منين، السي او برضو ايه الكيوردز اللي جت عليها السيرش. الكلام ده كله مهم بالنسبه لي. يعني الكيوردز مثلا بتاعت السيرش في منها انواع بتبين ان الشخص داخل يشتري ولا ده داخل يسال معلومه ولا ده داخل يتعرف على حاجه. فانا اقصد انت لما بتفهم وبتخش جوه بتبقى عارف انا هخش على الداشبورد عشان اطلع حاجات فاليوز معينه هقدر بيها اعرف اديتكت المال براكتس واعرف اديتكت. قبل بقى ما نروح للسؤال الاساسي بتاع البودكاست بتاعنا، زميلنا المندوب اللي عايز يشتغل ديجيتال يدرس ايه عشان يشتغل ديجيتال ويعرف هو ازاي فيت في الشغلانه دي، في سؤال ترندي بره الموضوع بس اعتقد ان هو ريليتد للديجيتال. خش على لينكد ان تلاقي كل الناس بتاخد كورسات بيرسونال براندنج، وتلاقي الناس بتتخانق اللي هو اللي بيشتغل في الكوربريت مش المفروض ان هو يبقى موجود على السوشيال ميديا عشان ده اجينست البوليسي بتاع الكوربريت، وناس تانية تقول لك لا ده بيرسونال براندنج، طبعا ما بيقولش ان هو شغال في الكوربريت، هو من حقه ان هو يعمل. الديفينيشن النايف اللي انا بشوفه كتير وانا حاسس ان هو غلط، ان انت تنزل اي كلمتين واي بوست وتحط صورتك وخلاص كده وهو ده البيرسونال براندنج، فالناس عرفتك وتسلم عليك وتعمل لك لايكات كتير ويعني وكومنتات وريشير. فده انا يعني عندي مشاكل كتير مع دي. فخلينا نسمع وجهة نظرك وندردش في حتة البيرسونال براندنج، وهل هو تبع الديجيتال وممكن يستغل في كامبين بشكل او باخر او لا؟ هو ديفينتلي يس، هو الديجيتال هو يعني اسهل واسرع واحسن واوفر طريقه حد يستخدم فيها تولز للبيرسونال براندنج هتبقى الاونلاين. لان انت ممكن فكره ان انت تخش تعمل اكونت فور فري، تنزل كونتنت فور فري، فالحاجات اصلا يعني انت مش محتاج حتى من غير ممكن ما تعملش ادز خالص. يعني مثلا اعتقد انت شخصيا مثلا عندك فولورز بالثاوزندز ما عملتش ادز على لينكد ان خالص، فانت مجرد الكونتنت اللي انت بتنزله الناس بتفولو الكونتنت بتاعك، بتفولو الستوريز اللي انت بتحكيها، بتفولو الشخص، هي خلاص هي اتاتشد ليك بشكل ما، فهي عايزه تتابعك علشان الكونتنت اللي انت بتنزله اللي هو اوريدي انت مش دافع فيه فلوس او يعني انت هتتعب فيه طبعا كتحضير وكل حاجه، بس اقصد هي دي الطريقه الاسهل لاي حد. ففكره ان حد يقول انا مش هعرف اعملها او دي حاجه او مثلا دي البيرسونال براندنج حاجه صعبه، هو الموضوع بسيط جدا وسهل، وحتى الستبس بتاعته حتى هي ستبس يعني المفروض ان هي تبقى سهله للناس العاديه، اي حد يقدر يعملها، بس مع البراكتس طبعا هتتحسن. طيب يعني فده الاول علاقه الديجيتال ايه، لان هو اسهل طريقه تعمل بيها بيرسونال براندنج. نيجي بقى للخطوات ايه بتاعه الموضوع. انت الاول طبعا لازم يبقى عندك الاول السيلف اويرنس بتاعك، انت فاهم انت اصلا ايه وايه الدوافع بتاعتك وايه الحاجات اللي انت بتحبها الحاجات اللي ما بتحبهاش، الفاليوز بتاعتك، الكلام ده تبقى انت فاهمه الاول، عشان انت المفروض ان البيرسونال براندنج انت بتمانج صورتك يعني صورتك عند الناس. فانت لو اصلا انت مش عارف انت تبقى عايز تبقى ايه اساسا، انت مش عارف اصلا، فانت هتوصل ايه للناس؟ ما انت نفسك اصلا مشوش. لا فانت لازم تبقى انت عارف انا مين، انا بحب ايه، ما بحبش ايه القيم اللي عندي، ايه المعلومات اللي عندي اللي اقدر اوصلها، انا عايز اعمل لنفسي بوزيشننج فين. يعني انا عايز يتقال ان انا احمد صلاح بتاع الايه اللي هو when it comes to ايه، فهو احمد صلاح ده الجو تو بيرسون. فده السبجكت ماتر اكسبرت او الاس ام اي اللي هو السبجكت ماتر اكسبرت في الحته دي، ده اللي بتاع التوبيك ده بتاعه. فلازم انا ابقى عامل ديفينيشن للكلام ده، فده كلها مرحله كلها مرحله برين ستورمنج بقى، مع ممكن تسال ناس حواليك، تاخد فيدباك من الناس اللي معاك فوقيك تحتيك يعني، وهكذا. جمعت الكلام ده فبتبدا بقى تخش بقى خلاص انا هبدا بقى اكتب. في طرق طبعا يعني اكيد دي بقى محتاجه حلقات لوحدها عشان نتكلم ازاي تكتب الكونتنت اللي هو تبقى خلاص هتبقى كونتنت كريتور او تبقى هتنزل كونتنت خاص بيك، مش مجرد فعلا زي ما انت بتقول ان انا اخد شويه صور مثلا انا واقف في ايفنت مثلا وقت ايفنت كذا واروح منزل بوست. ما كده يعني ماشي، ما انت كده ايه؟ طيب ماشي رحت الايفنت، طب فين الفاليو اللي الناس خدتها بالظبط؟ فين الايموشنال تريجر اللي حصل؟ فين؟ مفيش اي حاجه.
فانت لازم تكون حاطط الموضوع ده في بالك، ان هو الناس اللي قدامك دول المفروض يحسوا بايه لما يشوفوا الكلام ده. انت نفسك، طب بابسط حاجه يعني انت نفسك لو شفت الكونتنت ده من حد شخص اكس اسمه اكس ما تعرفوش، هتبقى انت حاسس بايه؟ فدي نقطه مهمه جدا. فالناس بتحب ترتبط بالناس اللي هي عندها قصص. انت بقى تقولي طب انا ممكن أو هو يعني يقول لك انا ما عنديش قصص. كل حد مفيش حد ما عندوش قصص. اي حد عنده ستوريز تو تيل، كل واحد عنده ستوريز تو تيل. بس هي الستوريز اللي انت الستوري اللي انت هتقولها دي المفترض ان هي تكون ستوري مش هدفها الشو اوف والفليكس او انت بتمنظر على الناس، ولا تكبر ولا تعالي ولا ان انت لا، انت المفروض تبقى انت اوثنتيك، تظهر شخصيتك الحقيقيه بدون تكبر وبدون اي نوع من انواع الشوجر كوتنج. انت عادي خالص، انت الشخص انت زي ما انت كانك بتتكلم مع حد. فانت مثلا النهارده حكينا احنا كام قصه كده، خش انت هتحكي. انت لو قعدت مع واحد صاحبك هتقول له ايه؟ هتتكلم معاه في ايه؟ هتحكي له قصص ايه؟ القصص اللي هي ممكن تبقى، بس القصص طبعا باننا بنتكلم في مجال البيزنس خلاص انت هتتكلم في مجال في حاجات بيزنس. مش لازم تبقى كلها نجاحات. ما هو في ناس كتير بتحكم عن السوشيال ميديا عشان كل الناس دي نجحت وانا عندي فاشل يعني. لا انت ممكن تخش تحكي قصه انا دخلت ميتنج ويعني او كنت في تجربه وفشلت، بس اتعلمت من الفشل ده 1 2 3 او ما تعملوش نفس الخطوات دي عشان هتفشلوا، فالناس تتعلم من فشلك انها يعني تافويد. عشان كده بقول لك كل الناس عندها قصص، ما اكيد ما حدش يعني انت لو ما نجحتش يبقى انت فشلت يعني انت ولو ما فشلتش يبقى انت قعدت فاضي فانت ما عملتش حاجه فانت حاسس ان انت كنت غلطان يعني. اكيد في حاجه يعني اكيد في قصص هتحكيها. فالنقطه يعني هو طبعا انا برو جدا موضوع الستوريز، لان بحس ان دي اكتر حاجه بتوصل المعلومه واكتر حاجه بتستيك في دماغ الناس واكتر حاجه اتراكتيف للناس. فالستوريز دي اكتر حاجه طبعا، بيسايدز طبعا ان الكونتنت نفسه يبقى في انواع من الكونتنت معروفه يعني اللي هي الانواع اللي بتشد او اللي هي بتبقى ممكن تجو فايرال اكتر او تساعد الناس. طبعا الحاجات اللي هي الانفورماتيف، لو انت بتدي مثلا ادي يا جماعه لينكات مش عارف اكتر سورسز بتاعه ايه فور فري مثلا، فحاطط اللينكات مش عارف ايه، فالناس بتستفيد. فالحاجات اللي في انواع معينه معروفه من الكونتنت اللي فيها سنس اوف هيومر مثلا، فدي عليها انجيجمنت اعلى وهكذا. بس انت مش الهدف مش ان انت تبقى عارف ده علشان تروح تعمله خلاص، لا، الريليفنس هو اهم حاجه في الموضوع مع الاوثنتسيتي. يعني انت ريليفنس يعني انا بتكلم في حاجه فعلا ده الشخص ده مش حاجه الناس بتنتراكت عليها فانا ببلشها عندي وخلاص. لا، انا فعلا انت عندك فاليوز معينه، انت مؤمن بقضيه معينه، مؤمن بحقوق فئه معينه، مؤمن ما اعرفش بحاجات ليها علاقه بالفاليوز اللي في الشغل، بالايثكس، بتتكلم في نيش معين مثلا، او انت بتتكلم مثلا في السيلز كسيلز، خليك ستيك للسيلز وركز فيه واتكلم فيه وخش في تفاصيله. ده احسن 1000 مره من انت تقعد تشير اي حاجه لمجرد انها، لان هو بقول لك في كاتيجوريز معروفه ان هي كده بتعمل انجيجمنت الى حد ما كبير، زي الحاجات الفاني والحاجات الانفورماتيف وهكذا. بس فانا الخلاصه يعني في الموضوع ان الديجيتال ماركتنج هو التول الابسط والاسهل. وطبعا في نقطه برضو مهمه جدا برضو يمكن احنا مسدف واحنا بنتكلم، اللي هو في مرحله الريسيرش اللي انت بتعرف انت مين وهتبلش ايه، برضو ديفينيشن التارجت اودينس. انت بالظبط هي كانها زي الكامبين اللي بتعملها، كانك بتعمل كامبين لشركه او لدواء او لاي حاجه. انا خلاص انا عرفت هقول ايه المسجز اللي انا هوصلها او عايز اوصل ايه لمين بالظبط. لان مين دي هحدد لك. انا ممكن اكون تلاقي حد مثلا هو اكتف جدا على انستجرام لان هو التارجت اودينس بتاعه انستجرام، على انستجرام هم هناك. حد على تيك توك لان هو التارجت اودينس، حد مثلا بيدي كورسز مثلا، فممكن تلاقيه مثلا على تيك توك مثلا الكورس بتاعه افوردبل رخيص جدا والدنيا حلوه، فبالنسبه له عايز عدد كبير وناس ممكن يبقى الكوست قليل اللي يشتغل معاهم وبيبيعوا اونلاين مثلا، فيلا بينا. فتلاقيه راح عمل مثلا على تيك توك. واحد تاني لا بيبيع حاجه بي تو بي اكتر، فده مش هيروح تيك توك يعني مستحيل. يعني تيك توك مش هيفيده خالص، ده بيشتغل بي تو بي، عايز شركه، فعايز ديسيجن ميكر في شركه، فده ممكن ما يبقاش ده انسب مكان ليه، فيروح لينكدين مثلا وهكذا. فبرضه ديفينيشن الاودينس اللي انت عايز توصل تبراند نفسك كبيرسون عندهم، لان انت ممكن تلاقي واحد هو بيرسونال براند في نيش معين لفئه معينه وبقيه العالم كله ما يعرفوش عادي جدا. مش بالفولورز ولا بان انا موجود على كل البلاتفورمز، مش لازم اصلا خالص. مش ضروره اطلاقا يعني. مش هو مش لازم، ومنعها برضو غلط يعني. انا هكمل على اللي انت بتقوله. الموظفين اللي في الكوربريت والسي اوز اللي في الكوربريت، هي مش الفكره ان انت لو ظهرت ديجيتال انت بتقلل من مكانتك او بتقلل من حجم الشغلانه اللي انت بتشتغلها، ولا هيقولوا عليك ان انت لاقي وقت عشان تشير يور ستوريز على السوشيال ميديا. شركات كتيره وكبيره، ولو هنتكلم في الفارما اندستري جوه مصر وبره مصر في سي اوز معروفين باينين، فهو لما تيجي اسم الشركه بيقولوا اسمه، هو بيجي في بالهم في الاول،
فهو مش بس عشان هو بيشير ان هو راح عمل بروتوكول مع الوزاره ولا عمل حاجه، لا هو عنده الادد فاليو اللي زي ما قدمها للموظفين بتوع شركته، بيشير الستوريز دي على السوشيال ميديا باوقات معينه ريليفنت طبعا لشغله وحجم مشغولياته. بس فكره ان هو يبقى مختفي تماما انا بشوفها ان هي بتاثر على الشركه نيجاتيفلي. يعني دكتور ايهاب مسلم والمقوله المشهوره دايما اللي بتتشير كتير على السوشيال ميديا، الاشهر بيبيع اكتر من الاشطر. فلو السي او رمز الشركه كله مشهور بشغله، مش مشهور بحاجه تانية، مشهور بشغله، هو بيساعد كل الامبلويز اللي عنده ان هم يبقوا موجودين، دكاتره تعرفهم او الكاستمرز بتوعهم مش لازم يكونوا دكاتره يبقوا عارفينهم. يعني فاحنا عارفين صاحب الشركه بغض النظر ان عمري ما قابلته، بس احنا عارفينه يعني بنشوفه، فهو بقى قريب من كل الناس، قريب من الكاستمرز بتوعه، ووقته مش هيسمح بكده بس هو بقى قريب من الكاستمرز بتوعه. طيب نرجع للسؤال بتاعنا بقى. يعني زميلنا المندوب الصغير او زميلنا البرودكت مانجر الصغير اللي في عنده في الشركه opportunity ان هو يبقى نفتح ديجيتال ماركتنج تيم، هنشتغل في الحته دي. احنا دايما عشان احنا على سيرتيفيكت ادويه بلاتفورم فبنسال سؤال ان كل حاجه فيها يعني اكسبيرينس وفيها دراسه، فندرس ايه؟ فبندرس MBA ماركتنج عشان نبقى في الماركتنج، او بناخد سيلز دبلومه عشان نبقى في السيلز. جزء الديجيتال ماركتنج دلوقتي بقى شويه منفصل، يعني حتى الاكاديميات والكليات اللي بتدرس ماركتنج بقى بتدي حاجه ديجيتال ماركتنج منفصله. فهو ايه الدراسه؟ هل هي اسمها دبلوم الديجيتال ماركتنج كامله على بعض، ولا بقى في حاجات سبيسيفايد مختلفه بتدرس لوحدها؟ طيب بص، خليني اقول لك، هو يعني خلينا نتكلم في نقطتين. النقطه الاولى ان في نوليدج اساسيه المفروض تبقى عنده كفاندمنتالز، ان هو يبقى الشخص فاهم اصلا هو ايه التشانلز وايه السيرش انجن ده اصلا، وايه الحاجات الاساسيه. يعني يبقى فاهم الكونتنت ماركتنج ايه، الفرق بين الامبريشن والريتش والكليكس والحاجات الكي بي ايز المشهوره والاوبجكتيفز بتعملوا ازاي، وطبيعه الانواع الادز والكونفرجن، الحاجات اللي يدرسها الميديكال ريب او اي بقى شخص يعني عموما. هو طبعا ده بيختلف بيزد برضو على هو هيشتغل في انهي اندستري او انهي كاتيجوري بالظبط، لان المجالات بتاعت برضو اللي كنت التقسيمه اللي قلت لك في الاول بتاعت البريسكريبشن والاوفر ذا كاونتر، كل واحده من دول سكتها حتى مختلفه. يعني مثلا انا لما اجي اقول لك مثلا حاجه زي الريتيرن والاد سبند مثلا، هو ده حاجه ماشي، دي تقدر تقول شويه اقرب للاي كوميرس، بس دي حاجه مهمه جدا للناس اللي بتبيع برودكتس اونلاين. اوكي، اللي بيشتغل بريسكريبشن هو مش هيحتاج ده اصلا. فانا عشان اقول يعني كورس واحد يلم الدنيا كل ده، الموضوع اقرب للمستحيل، لان هو كل حاجه منهم ليها تراك مختلف خالص عن التاني. بس في فاندامنتالز ما بالظبط، ما ده اللي كنت هقوله. الفاندامنتالز دي بقى كده لازم تاخدها، تبقى انت يعني انت ما ينفعش تبقى فاهم ايه الفرق ما بين مثلا الريتش والامبريشنز مثلا. يعني الريتش عدد الناس، الامبريشنز عدد مرات ظهور الاعلان. ايه ده؟ هم مش ان ممكن واحد يظهر له الاعلان مثلا مرتين وواحد تاني ظهر له مره، فانا وانت احنا اتنين ريتش، بس احنا اتعمل لنا 3 امبريشنز. واكوردنجلي تعرف الفريكونسي، فالفريكونسي هو عدد الامبريشنز مقسوم على عدد البيبل او عدد الريتش وهكذا. فالفاندمنتالز دي لازم يفهمها، ولازم يبقى فاهم الكونفرجن فانل. طبعا انت فاهم الكونفرجن فانل عامله ازاي، الاويرنس والكونسيدريشن والكونفرجن، وبعدين اللويالتي والادفوكاسي ويبقى فاهم الفلاي ويل بتاعه هاب سبوت مثلا، الاتراكشن والانجيجمنت والديلايت، يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، اليوزر بيهيفير بيبقى عامل ازاي اونلاين. لازم الحاجات الفاندمنتالز دي كده لازم يفهمها. اوكي، لان كده في الاول في الاخر الدكاتره مثلا لو هو بيتارجت الدكاتره بس، ما دول برضو بني ادمين وليهم برضو باترن، وبيطلع برضو ريزلتس، يعني ريبورتس بتتكلم بتشرح ريزلتس على سيرفيز اتعملت عليهم وعلى بيهيفير اتعمل منهم، بيسيرشوا على ايه لما بيروحوا على جوجل مثلا. فهو بيخش على جوجل بيسيرش على كيوردز معينه بتبين ده بيتحط تحت كاتيجوري ان هو بيدور على التريتمنتس مثلا، او بيدور على النيو تريتمنتس، او بيكومبير ثيرابيز او كذا. ففكره ان انا ابقى فاهم الدنيا دي اصلا كفاندمنتالز دي، طبعا في حاجات، في طبعا كورسز انا ممكن ابقى يعني اشير معاك حاجات بعد ما نخلص تبقى تحطها كلينكس بيسايدز مع الفيديو. مثلا فاندمنتالز بتاعت جوجل مثلا، في جوجل كورس فاندمنتالز اوف ديجيتال ماركتنج ده مثلا انا دايما بريكومند للناس. وفي طبعا بقى حاجات كتير بتعلمك، يعني مثلا في حاجات كلها كورس على فكره فري كلها. يعني مثلا هاب سبوت مثلا بيدي سيرتيفيكيتس في الانباوند ماركتنج، وبيدي سيرتيفيكيتس في السوشيال ميديا ماركتنج، حاجات تبقى سيرتيفايد انباوند. احنا يعني مثلا عندنا الشركه احنا مخلين كل الاكونت مانجرز واخدين كلهم سيرتيفايد انباوند وسوشيال ميديا، عشان هو يبقى فاهم، مش مجرد ان هو حد بيوصل وخلاص المعلومات وبيمانج البروجكت، لا هو
يقدر كمان يادفايس الكلاينت ويتكلم معاه. فهو الحاجات دي برضو مهمه عند الناس، اللي اي حد حب يخش المجال ده مهم يبقى عنده المعلومات دي. وبقول لك هبقى شاير معاك الحاجات دي. وانا من انصار ايه، انا بحب اكتر ان انت تاخد المعلومه. هما حاجتين، الجزء بتاع الفاندمنتالز ده مهم، والجزء الثاني انت بقى تسبيشالايز في الحته بتاعه الحته اللي انت رايحها بقى. مفيش فارما مش عارف ايه، انت رايح مثلا في البريسكريبشن، فدي ليها سكتها. اي كيو في بينزل حاجات، فيفا بتنزل حاجات، مش عارف، خلاص دي السكه دي. انت رايح بقى في سكه الدنيا مفتوحه قدامك وتشتغل كله، روح بقى البلاتفورمز بقى نفسها. يعني ميتا بينزل حاجات بلو برنت ومش عارف، روح لميتا. يوتيوب عنده كريتور اكاديمي، مش عارف، روح يوتيوب. انا سناب شات بينزل حاجات، روح لسناب شات. انا من انصار ده، يعني بحب اخد المعلومه من مصدرها. اوكي. عامل كيس تيك توك، عامل كيس ستاديز، حاجات، عامل جايد بوك، حاجات بسيطه جدا وسهله. انت ممكن تكتب كده جايد تيك توك جايد بوك او بلاي بوك، هتلاقي راح نازل لك البتاع البي دي اف اللي لسه نازل بقاله شهر ولا بقاله اسبوعين، احدث حاجه باحدث الترندز باحدث الريكومنديشنز من تيك توك نفسه. فانت عايز تعمل كامبين على تيك توك، فهو ده المكان اللي احسن مكان تاخد منه هو تيك توك نفسه، بيقول لك اعمل ايه. اوكي. انستجرام نفس القصه وهكذا. فبس ده طبعا بعد ما تكون عملت الفاندمنتالز، لان انت لو دخلت تخش في فيرتيكال معين انت لسه مش فاهم اصلا اللي قبل كده، فلا انت لازم تخلص الاول اللاير الاولانيه وبعد كده تخش على اللايرز الثانيه. طيب ده يزقني سؤال يمكن يبان غبي، بس يعني ايه، اعذر جهلي شويه بالنسبه. هو حد واحد ينفع يشتغل كل الفانكشنز، ولا احنا دلوقتي بنلاقي حد بيجي يقولك والله انا بتاع ديجيتال بس ماليش في الكونتنت، وفي حد بتاع كونتنت بس انا بعملش اعلانات، وفي حد اللي هو لا انا يعني ايه كده. فهي ليها تقسيمه يا احمد، ولا هو اللي بيدرس يعرف يشتغل كله؟ بص، هو الحته يعني لو جينا نتكلم على الطبيعي، لا مش المفروض ان حد يقوم بالادوار دي كلها. أوكي. ليه؟ لان كل دور فيهم هو علم وبحر كبير ودنيا كبيره جدا، وكل واحد ليه قصص وليه التولز بتاعته وليه الكورسز بتاعته. فهو هتلاقيه اللي هو بيعمل كل حاجه، ده هتلاقيه في كل حاجه هو اوكورد او افريج، مش هتلاقيه عمره ما يوصل ان هو يبقى اكسلنت. فلو حد عامل كده بقى نتيجه ان هو عنده بادجت ليميتيشن، عنده بتاع، خلاص يبقى دي حاجه معروفه، ده غلط، ده براكتس غلط. الطبيعي السبيشاليزيشن. دلوقتي انت عندك حاجه اسمها مثلا ادفانتج بلس في ميتا، حاجه تولز معينه، حاجه اسمها مثلا ديماند جنريشن في جوجل، اي تولز بتشتغل بالجوريزمز معينه. دي حد قاعد بقى ايه مسلطن بقى الدنيا، وقاعد عمال ليل نهار بيتابع ايه اللي بيحصل. ده ميديا باير، ده حد شغال في الحته دي، عارف هو بيعمل ايه، عايزه في نفس الوقت يفتح الفوتوشوب، عارف الاي اي بقى في الفوتوشوب عمل ايه، بقى يقدر دلوقتي تكبر الايمج وتاب سكيل ده انت عايزه بقى سوبرمان، فاهم؟ فالموضوع يعني بيبقى ايه فارفتشت جدا انت تلاقي حد بيعمل كده. ولو بقول لك لو حد بيعمل كده هتلاقيه في الغالب ميدل في كله، مش هتلاقيه بيكسل في حاجه. طب التقسيمات الاساسيه حلو بقى. احنا عندنا في الجزء اللي ليه علاقه بالبلاننج الاول، واحنا بدانا الموضوع من الاول خالص. البلان دي المفروض ان في حد استراتيجيست، بيبقى ده ديجيتال ماركتنج استراتيجيست. ده بيبقى مسؤول عن بيجي له البريف او بيعرف المعلومات ايه، الاوبجكتيفز ايه، وبيحط اكوردنجلي الاستراتيجي، وبيحط التاكتكس وريكومند اكشنز وحاجات زي كده. فده الاستراتيجيست. عندنا كمان اللي بيشتغلوا في الكونتنت، والكونتنت متقسم بقى طبعا في كذا حاجه. يعني انت الكونتنت ده قد يكون فيديوز، قد يكون ويبينارز، قد يكون بي دي افس هتتعمل، قد يكون انفوجرافيك فيديو، يعني انواع مختلفه، بوستس على السوشيال ميديا، كل انواع مختلفه جدا من الكونتنت. فكل نوع من الكونتنت دول بتلاقي ليه اللي بيعمله. فمثلا لو افترضنا الفيديو ده كونتنت، فالكونتنت ده مش واحد بس اللي بيعمله. اديك شايف ما شاء الله عدد الناس اللي واقفه حوالينا بتصور قد ايه، واحد ماسك مثلا الصوت، واحد ماسك السيت اب والمكان وهكذا. فانت بيبقى حتى الفيديو مع ان هو كونتنت يعني نوع من الكونتنت، بس لا في ناس بترسم مثلا، وناس بتحرك، وناس بتحط الفويس اوفر، وناس بتسجل. فكل يعني انواع بشر كتير بيبقوا شغالين برضو في دي. فكل كونتنت هتلاقي له التيم اللي بيشتغل فيه. فالتيم تحت الكونتنت ده ناس كتير بتشتغل فيه. لو انت بتتكلم من برسبكتيف الصيادله هيشتغلوا فين فيه، ففي الغالب هيشتغلوا في البارت الميديكال، اللي هو الميديكال كونتنت كرييشن. بيحضروا هم المحتوى اللي سواء بقى ده هيتعرض للبيشنتس، هيتعرض للدكاتره، هيتعرض لهو ايفر، هم بيبقوا مسؤولين عن الحته دي. فده البارت الثاني. البارت الثالث طبعا بقى ده في بقى بارت ديزاين، في ديزاينرز بقى وكده. لو حد حابب برضه عندنا في الشركه على فكره الصيادله شغالين برضه في الديزاين على فكره، فوتوشوب برضه صباح الفل يعني. وعندنا بقى الكونتنت نفسه سواء كوبي رايتنج او كونتنت عادي. فده برضه بارت. في طبعا بقى كرييتيف كمان، اللي هو بيطلع الايدياز بقى، اللي هي الحاجات هتصور اعلان مش عارف ايه، فبيعمل حاجات كرييتيف بقى مطرقعه قوي، مش رايحه ناحيه الميديكال والفاليو قوي، لكن لا ممكن اعلان كوميرشال يعني. وعندنا كمان الناس بقى بيعملوا ادفرتايزنج، اللي هو بيران كامبينز، ميديا باينج وكامبينز وراننج ادز.
يعني تقدر تقول كده ده ايه لمينا طبعا بقى ده كل ده مع بعضه بقى في بقى بارت تاني طبعا بقى الويب سايتس طبعا بقى ويب ديزاينر ويب ديفلوبر والناس اللي شغالين في الويب سواء بقى موبايل ابلكيشن برضه ديفلوبرز. فدول ناس اعتقد دي هتبقى بعيده شويه عن الصيدله الا لو حد دماغه بقى ايه حد بيكارير شيفت يعني. لكن الناحيه الثانيه اللي هو ممكن الصيدلي يبقى يروح فيها في الغالب هتبقى في حته الكونتنت يعني في وسط الحاجات دي حتى الاستراتيجيست والكلام ده لو حد جوه شركه طبعا ديفنتلي هيبقى ممكن يمسك الحته دي يعني. وده موجود على فكره في شركات دواء كتير جدا دلوقتي بقى عندهم حد ديجيتال ماركتنج لوحده وخلاص ده شغال بس شغلانه. فده طبيعي لازم يبقى فاهم كل ده. هو مش بيشتغل بايده بس هو فاهم كل ده عشان يعرف يتعامل مع الايجنسي لانه عشان ما يجيش يشتغلوا في الاخر. فدي اكيده. لكن انا بتكلم على ان هو يشتغل بايه بايده في ايه. لو هو في ايجنسي سايد فبروبابلي هتلاقيه هو في الحته بتاعه الكونتنت والكوبي رايتنج والكريتيف ممكن. احمد الكلام معاك ممتع وجميل ومش هيخلص ويعني خلينا نكونكلود في الاخر كده. لو انت عندك نصيحه بقى للناس اللي بتشتغل ديجيتال يعني حاجات من المطبخ اسرار من المطبخ يعني نستفيد بقى من ان احنا ايه مع واحد من البايونيرز في المجال فاكيد عندك سيكريتس كده تقدر تنصح بيها الناس. بص انا هقول لك هو يعني هي فكره التوجيه الكرياتيفيتي يعني ده يعني توجيه الكرياتيفيتي ان هي تبقى افكتيف فعلا يعني في ناس كتير بتبقى مركزه في الكرياتيفيتي وخلاص فاسم مطرقع او صوره مطرقعه وخلاص فان هي تبقى حاجه فعلا افكتيف وبتسيرف الاوبجيكتيف. وفي بقى انواع من الادفيرتايزنج شركات كتير ما تعرفهاش بس هي مهمه جدا. هلخصها سريعا. في نوع اسمه كونتكستوال تارجتنج فده انت الاعلان بتاعك بيظهر البانر بيظهر في البيجز اللي بتتكلم عن التوبيك بتاعك. يعني انت مثلا تنزل على موقع مثلا ولكن في مصر هنا مثلا مصراوي مثلا فانت بدل ما البانر ينزل كده جنب صفحه الاهلي يكسب الزمالك ولا مثلا كده لا هو بيظهر قدام الكونتنت اللي هو ريليفنت للكيورد اللي انت مختاره. تمام. فانت مثلا بتتكلم في توبيك كذا وكان حصل من فتره يعني كان في برضو شركه كانت بتارجت ادويه معينه لتجلط الدم وحاجات زي كده فكان بيقول لي هنزل على صحف عاديه قلت له طب واي نوت ان انت تنزل على الاماكن اللي فيها مثلا ناس بتقرا عن التوبيك ده تحديدا عن سيوله الدم عن كذا. طب ما ننزل عليه ازاي في هو ما يعرفش اصلا ان في طرق في الادفيرتايزنج كده دي بتوصلك. فده كونتكستوال. وطبعا السيرش ده من اخطر واهم انواع التارجتنج لان انت هنا بتروح في الجولدن مومنت زي ما بيقولوا. انت هو بيسيرش دلوقتي على التوبيك بتاعك فانت لازم تظهر له. فده ما تضيعوش ده مهم جدا بالنسبه لك. فده مثلا يعني السيرش والكونتكستوال انا بعتبر ان دول الاثنين. في طبعا الانتنت كمان. الانتنت ده برضو بيبقى مثلا احمد صلاح خلال الكام يوم اللي فاتوا دول كان بيسيرش على عربيه مثلا فجوجل عارف ان انت بتسيرش على عربيه فانت دلوقتي في الديسيجن ميكنج بتاع العربيه فانا هطلع لك اعلانات عربيه حتى لو انت داخل على بتقرا عن ماتش الاهلي والزمالك. فاهم هنا مش بدور على الكونتكست بتاع البيج اللي انا هظهر جنبها كاعلان لا انا هنا عارف ان انت كشخص تحديدا بتدور على كونتنت انت مهتم بده فانا هعمل ده. طبعا بيسايدز بقى الريتارجتنج اكيد برضو سمعت عنه ان انا حد داخل عندي على الويب سايت فانا بفضل اظهر له كتير على الحاجه اللي هو داخل عليها تحديدا مش اي حاجه هو داخل على الحته دي فانا هفضل كل شويه اطلع له. فكل دي انواع بقى ايه دي حاجات اللي هي بتبقى فعلا بتعلي جدا الكونفرجنز وبتفرق قوي بقى سواء وات ايفر التارجت اودينس مين يعني. هو ده يمكن بيفسر يعني الجمله الشهيره اللي بنسمعها يقول لك احنا كنا بنتكلم عن حاجه ففتحت الفيسبوك لقيته طلعت لي يعني فممكن يعني تكورليت شويه باللي احنا بنقوله. احمد ميرسي لوقتك تاني وخطفناك من وقتك وسفرك ويعني استغلنا فرصه ان انت موجود في مصر يعني فكان لازم يعني نستفيد شويه من خبرتك ونساعد زمايلنا الاصغر سنا مننا. يعني بشكرك. لو حابب تقول اي حاجه في الختام قبل ما نختم حلقتنا مايكس از يورز. لا تسلم والله انا اللي بشكرك جدا جدا وبتمنى لك التوفيق وربنا يوفق الناس كلها يا رب كده وتستفيد يا رب يكون الموضوع مفيد ليهم يعني. شكرا جزيلا. شكرا ليكم وطولنا عليكم المره دي بس هو بناء على طلبكم يعني طلب جماهيري زي ما قلت في بدايه الحلقه ان احنا ديجيتال ماركتنج نتكلم عنه ولو كان معانا وقت اكتر من كده كنا اتكلمنا كتير. الموضوع شيق وفي حاجات كتير يعني محدش يعرف عنها حاجه فتابعونا واستنونا في كارير هاكس تانية بناء على طلباتكم وباذن الله نشوفكم قريبا. السلام عليكم.